ما نبداو القصه، وباش ما تضيعوا لياش في هاد الظلام وهاد الضبابه اشتركوا في القناه باش دغيا نلقاكم، وخليو لي شي كومونتير باش تشجعوني نقلب لكم على قصص شيبات ريوس اللي عاشوها. هاد القصه هي من الاف القصص والمواقف اللي ممكن يعيشها اي واحد من الناس العاديين بحالي، اللي كيوقعوا ليهم شي حوايج كنسميوهم غيبيات، ما كنعرفوش شنو السبب ديالو، واش مرض ولا جن ولا مخلوقات اخرى ما عندناش عليها شي فكره. انا سيف، عمري 22 سنه، كنقرا الحقوق السنه الثالثه. هاد الواقعه بدات معايا في واحد النهار كنت ما قاريش، بديت كنقلب في بعض الصفحات ديال الفيسبوك، لقيت صفحه سميتها دماء تحت الاقدام، كيفيه استحضار الجان. ما عرفتش الصراحه شنو العلاقه بين الدماء تحت الاقدام وكيفيه استحضار الجان، ما فهمتش شنو كان القصد ديالو. دخلت ولقيت بوستات وصور مكتوب عليها جلب الحبيب، استرجاع الزوج، وبزاف ديال المسائل عندها علاقه بالسحر. طبعا كان عندي شويه ديال المعلومات على هاد الامور، ومره كنت كنقلب في هاد المواضيع، شفت بوست مكتوب فيه سحر طولاش الكائن السفلي. اول مره في حياتي كنسمع على كائن سفلي، كنت كنسمع سحر سفلي، لكن كائن سفلي عمرني ما سمعت به. كان مكتوب في ذاك البوست انه كائن مخلوق من قبل ما يتخلق ادم، والطريقه ديال الاستدعاء ديالو سهله للمبتدئين. كاتبين باللي خصك تقرا 150 حرف مستفين بواحد الطريقه معينه في 30 ثانيه، وتكون ما قطعتيش ضفارك مده ديال 3 ايام، وما تكونش موضي ولا مصلي داك النهار فاش غادي تبدا هاد العمليه، وخصك تقول هاد الكلمات كيف ما هي مكتوبه. بطبيعه الحال ما غاديش نوضح لكم اكثر من هكا، حيت ممكن اي واحد فيكم غادي يبغي يجرب. دوك الحروف خصك تقولهم نهار الاربعاء، السبت والاثنين، ما بين مور المغرب حتى الوقيته ديال الفجر، ومن بعد غادي يحضر لك الكائن السفلي. بقيت كنقول مع راسي اش هاد الهضره ديال الدراري الصغار. طبعا ما عجبنيش هاد البوست، وبعثت رساله للصفحه وقلت لهم شنو هاد الهضره ديال الدراري الصغار، احترموا عقول الناس وبركه من الكذوب. من بعد دقيقه جاوبني صاحب الصفحه وقال لي جربوا ما غادي تخسر والو. انا بالطبع ديالي العنيد قلت ليه شنو الراي ديالك نجرب ونوريك بلي هاد الهضره ديالك كامله خاويه، ونشر في الصفحه ديالكم بلي نتوما كذابين ودجالين. قال لي ولكن لو وقعت لك شي حاجه ما تجيش عندي وتقول لي انت السبب. قلت ليه مشات، اصلا ما غيوقع والو من هادشي، حيت هادشي اللي كتبته هي دجال وخرافات. من بعد 3 ايام جا يوم الاربعاء، بديت في الخطوات، كنت كندير داكشي اللي في داك البوست بالضبط، وانا متيقن بلي هادشي كلام فارغ وخرافات. جا يوم الاثنين درت اخر الخطوات ونعست، وانا كنتسنى النهار الموالي باش نوريه بلي راه كذاب وكيخدع الناس. فعلا نعست مزيان ديك الليله وكنت متحمس بزاف، ولكن شفت واحد الحاجه غريبه في الصباح. الصور ديالي اللي فوق المكتب كان الوجه ديالي فيها في كل صوره بحال شي واحد خوى عليه المداد الكحل. ماشي غير وحده، تصاوري كاملين نفس الشيء. ولكن علاش تصاوري غير يانا؟ علاش تصاور اللي فيهم امي واختي والوالد ما فيهم والو؟ سولتهم في الدار شكون اللي دار في الصوره هكا، كلهم قالوا لي ما عرفناش. قلت مع راسي واش غتكون ديك الهضره بصح اللي قال لي هذاك خينا ولا كيفاش؟ شنو غادي ندير دابا؟ في هذاك النهار صيفط لي رساله خاصه في الفيسبوك وقال لي فيها اشنو درتي جربتي؟ قلت ليه جربت. قال لي ايوا وقعت شي حاجه ولا والو؟ قلت ليه انا ما وقع والو. قال لي شي دابا انت كذاب، وقعت لك شي حاجه وانا عارف باللي وقعت، قول لي شنو وقع، ربما نساعدك بشي حاجه ولا نفيدك. في ديك اللحظه حسيت بالذل حيت خسرت الرهان، وهذا الشيء بعدا غادي يعلمني ان العناد ما كيوصل حتى شي نتيجه. قلت مع راسي حياتي اهم، يمكن نتأدى ولا يوقع لي شي حاجه وصارحته. قلت ليه فعلا وقع، التصاور ديالي اللي في الدار كلهم فيهم وجهي مغطي بالحبر. قال لي هذه راه غير البدايه. قلت ليه واش خص ندير دابا؟ قال لي ما دير والو، تسنى القدر ديالك. قلت ليه ان شاء الله خير، عطينا الرقم ديالك ديال التليفون نهضر معك. سمعت منه واحد الرد غير متوقع، قال لي يمكن ماشي انا اللي كنهضر معاك، ويمكن ماشي انا اللي كنصيفط لك هاد الرسائل. قلت ليه كيفاش زعما؟ قال لي كيجيني بعض الاوقات ما كنقدرش نتحكم في راسي، اللي فيا هما اللي كيتحكموا. قلت ليه اكيد نتايا كتفلى عليا، اش هاد الهضره كتقول لي؟ وعلى العموم ما بقيتش باغي المساعده ديالك. قال لي لا انا ولا غيري اصلا ما غنقدروا نساعدوك، انت من دابا راك بوحدك. هاد الكلام ديالو فعلا خوفني بزاف، ولكن تفكيري كان شنو غادي يوقع ليا. جا الليل وكانت الساعه 11 ليله، دخلت باش نعس وانا كنفكر في هاد الشيء كامل اللي طرا. حتى نعست وحلمت واحد الحلم غريب بزاف. حلمت انني في دارنا،
ولكن الدار كانت خاوية، ما فيها حتى شي حاجة من الفراش. وبانت لي في الغرفة ديالي واحد القطة كحلة، عينيها اليسرية حمراء واليمنية عورة، وفيها الأثر ديال الضرب في عينيها، ورجلها اليسرية كانت مهرسة، كانت تتمشى على 3 ديال الرجلين، وما كانتش كتشوف فيا، كانت كتشوف في شي حد جنبي ولا كان مورايا. درت شفت مورايا لقيت راجل كبير في السن بزاف، الظهر ديالو مقوس، لكن عينيه كانت بحال عينين ديال الحنش. قلت ليه شكون انت وشنو كدير في الدار؟ سمعت واحد الصوت غريب مورايا، درت شفت مورايا لقيت القطة، ولكن كانت بنفس الطول ديالي، ضرباتني بضفرها في الكرش ديالي حتى سال مني الدم. فقت مفزوع من هذا الحلم هذا، وبقيت كنقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وواخا فقت كنت حاسس بالحلم باللي راه حقيقي، حسيت بالخنقه في صدري، ودخلت نغسل وجهي ونبدل حوايجي، ولقيت فعلا الاثار ديال الخربشه اللي سببات لي القطه في الحلم. انا كان كيبان لي هذا الشيء حقيقي، وداك خونا اللي كان كيهضر معايا طلع عنده الصح، بان لي بلي غنعاني بزاف من هذا الشيء. ندمت في ديك اللحظه وبقيت تنقول شنو درت في حياتي. كانت الايام كتمر وكل يوم كنت كنحلم بنفس الحلم، ولكن ما قلت هادشي لحتى شي واحد. حتى جا واحد النهار كنت ناعس في الناموسيه، وفجاه فقت مع ديك 2 ديال الليل، لقيت طرف ديال الخبز غامل في يدي اليسريه. نط مفزوع، منين جا هاد الخبز وشكون اللي حطو ليا في يدي؟ ضقت ما عرفت شنو ندير. قررت نطلق القران، مشيت للراديو باش نشعلو، ولكن البيفان شعلو قبل ما خدمت الجهاز. شويه شعلات واحد العافيه في الجهاز كامل، جريت وجبت الماء وطفيتها، وبدا الضو ديال البيت كيطفى ويشعل. قلت ربما الضو غادي يتقطع، وفعلا الضو مشى في لحظه. طبعا ما كان كيبان ليا والو، والبيل والشمعه كانوا في القنت ديال البيت. قبل ما نوصل باش ندير الضو، الشمعه شعلت بوحديتها في الزاويه. يا الله، ما كاين حتى شي واحد في الغرفه ديالي، شكون شعل الشمعه؟ دخلت وانا كنحاول نثبت راسي، بان لي شي واحد جالس على الناموسيه ديالي وعطاني بظهره. كان تقريبا نفس الراجل اللي شفتو في الحلم. رجعت اللور بظهري وبغيت نتجه نحو الغرفه ديال الوالد ديالي. سمعت واحد الصوت كيديروا السرير ديالي فاش كنجي نجلس. عاودت شفت مره اخرى جهه السرير، ما باليش داك العجوز. شفت في الشمعه، وفجاه حسيت بواحد الهواء ضرب ليا في ظهري، والشمعه طفات والدنيا ولات مظلمه عاوتاني. كنت خايف بزاف وكنقول يا ربي نجيني من هذه اللحظه وغتكون اخر مره نعاود ندير شي حاجه بحال هادشي، ويا ريت كون جاتي على الشمعه اللي طفات. بعدا بلحظات سمعت الصوت ديال الوالده ديالي كتعيط ليا. عارفين كيفاش الام كتنادي على ولدها بحنان؟ امي كانت كتعيط ليا بنفس الطريقه. سيف وليدي، سيف حبيب ماما. بقيت انا ساكت ما كنتكلمش، بحال الا تصابيت بالشلل، وهي كتعيط ليا اسيف اسيف. قالتها بواحد الصوت ضعيف وانا تنقول امي واش هادي انتي؟ قالت لي ولدي انا شايفك قدامي، واش انت ما كتشوفنيش؟ يا الله، شنو هادشي اللي كنسمع؟ اما انا تعميت اما كنحلم. الدنيا كانت مظلمه. قلت ليها انت راك ماشي امي. بدا الصوت ديالها كيتبدل وقالت لي سيف اجي لهنا، غادي نعذبك الا ما جيتيش، غادي نحرقك بالنار. وبدا صوتها كيولي خشين. كان قلبي غادي يسكت. بقيت كنقول يا ربي نكون هي كنحلم وما يكونش هادشي اللي كيطرا دابا حقيقي. وفعلا داكشي راه كان حقيقي. الشمعة رجعت شعلات تاني بوحديتها، وبداو تيبانوا ليا واحد الخيالات في البيت. واحد منهم كان واقف كيشوف في الاتجاه ديالي، والاخر كان كيتمشى وكيشوف في الارض. وانا كل هذا الوقت واقف برا في الدخله ديال البيت وكنشوف مصدوم. حاولت نعيط على امي ولا با ولا شي واحد باش يجاوبني ويعتقني. بدات هذيك الخيالات اللي في الغرفه كتحرك جهه الباب واختفات، لكن كنت عارف من الصوت ديال الخطوات باللي كانت كتقرب مني. حسيت بواحد السخونيه قدامي بحال كان قدامي شي نار شاعله، وفي لحظه واحده لقيت الراس ديالي كيتضرب في الحيط وفي الارض بوحدو. حاولت نقاوم لكن ما كانش فايده في المقاومه، حتى فقدت الوعي. فقت وحليت عينيا، بانت لي السماء والقمر والنجوم. قلت مع راسي اش هادشي؟ فين انا؟ شميت الريحه ديال التراب، شفت جنبي لقيت مكتوب قبر الصالحي شعيب. انا في المقابر. قلت مع راسي انا اكيد راهي كنحلم، ولكن علاش ما قادرش نفيق من هاد الحلمه؟ بقيت كنهضر مع راسي وقلت واش هادشي حقيقي؟ كيفاش جيت لهنا وعلاش انا عريان ما لابسش حوايجي؟ بقيت واحد المده وانا متكي على ظهري حتى بان لي داك العجوز اللي شفت في الحلم، وكان وجهه كيظلم حتى اختفت الملامح ديالو، ما بقاو غير عينيه البيض اللي كيشوفوا فيا. شاور ليا لواحد الجهه، درت شفت لقيت قبر مكتوب عليه هنا يرقد المغفور له سيف السليماني. حسيت بواحد النعاس ماشي طبيعي،
والصورة ديال العجوز تلاشات من قدامي، والدنيا دارت بيا وفقدت الوعي مرة أخرى. فقت، ولكن هاد المرة في السرير ديالي، والحاجة اللي أكدت لي أن هادشي ماشي حلم هو الكدمات اللي في راسي من كثرة ما تضربات مع الحيط والأرض. نط من السرير والجسم ديالي كله مهرس عليا، ما قدرش نتمشى. خرجت وشافني الوالد وقال لي: اش وقع لك؟ واش دابزتي ولا مالك؟ قلت ليه: غادي ندابز مع من؟ راني يلاه فقت قدامك. قال لي: اش هادشي في وجهك؟ قلت ليه: راه ما عارفش وما قادرش نهضر بزاف. قالت لي الوالده: اولدي وجهك مضروب بزاف ياك لاباس؟ قلت لهم: راه غير بالليل طحت من الناموسيه. قال الوالد للوالده: خليه دابا نعرف شكون اللي دار له هاد الحاله. بقيت كنتسائل في راسي واش الا حكيت ليه على اللي وقع لي غادي يعتقني بحال والو يديني المستشفى ديال المجانين. وحتى واحد اصلا ما غيتيق هادشي. كنت حاس بلي كاينه شي حاجه كتراقبني. جاتني واحد الفكره، واخا ما غاديش تحل المشكله ولكن على الاقل غادي نعرف شنو كيوقع معايا. قررت نزرع الكاميرات ديال المراقبه في الدار، ولكن من غير ما الوالده والوالد يعرفوا. حظي كان مزيان داك النهار، حيت كانوا غادي للطبيب باش يشوفوا جداتي اللي كانت عيانه، وكانت عندي الوقت من 2 ديال الظهر حتى يرجعوا مع 10 ديال الليل. جبت الراجل اللي كيدير انظمه المراقبه وقال لي: غنسولك واحد السؤال ولكن ما تقلقش مني. قلت لي: عارف شنو غادي تقول ولكن غير سول. قال لي: علاش غادي دير نظام ديال المراقبه في الدار؟ قلت ليه: انا راه شاك بلي كاين شي شفار كيدخل للدار. قال لي: واخا الا الشفار ممكن دير الكاميرا على الباب ديال الدار غادي يبان لك حسن. قلت ليه: راه يمكن يكون كيدخل من الشرجم، والله يجازيك بخير غير ما تسولش بزاف وخدم معايا عافاك بالزربه. انا راه باغي الكاميرات في المطبخ وفي الغرفه ديالي والصاله وحتى على الباب. الراجل كان مستغرب، ولكن أنا ما يمكنش غادي نقول ليه كنراقب الجنون حيت غادي يقول عليا حمق. المهم سال الخدمه ديالو وخلصته ومشى. جلست على الكرسي وقدامي التلفاز وبديت كنراقب. بقيت متسني واحد الوقت طويل وما طرات حتى شي حاجه. حسيت بالنعاس، حطيت راسي على المكتب شويه ونعست تقريبا شي 2 ساعات د المكان. كانت الساعه في داك الوقت 8 ديال الليل. ما فهمتش كيفاش داني النعاس في هذيك الوضعيه وانا متكي على المكتب. رجعت للتسجيلات ديال الكاميرات المراقبه، بقيت كنشوف راسي وانا ناعس. يمكن تكون الكاميرا رصدات شي حاجه. كان غير تغمى عليا من هذاك الشيء اللي شفت في التسجيل، حيت الحاجات اللي شفتها كتوقع غير في الافلام ديال الرعب. شفت في التسجيل ديال الكاميرا راسي وانا ناعس. في واحد اللحظه وقفت وهزيت قلم وبديت كنشخبط على الحيط، ولكن ما كانتش شخبطات عاديه، كانت رساله كتبت فيها: السفلي حضرت. وتحت منها كان مكتوب: الارض، الكائن، وحروف متقطعه فيها حرف الضاد والشين والميم والواو. ما عرفتش المعنى ديال هذاك الشيء اللي كتبت. كنت كنتمشى وانا ناعس، ولكن الغريب هو انني شفت في الكاميرا وبرققت فيها عيني مزيان وابتسمت. وخرجت من الغرفه ودخلت للحمام، وبطبيعه الحال ما كنتش داير الكاميرات في الحمام. بقيت كنشوف وكنتسنى راسي فوقاش غادي نخرج منه، ولكن الغريب هو انني ما خرجتش. شفت التسجيل حتى الاخر ما خرجتش كاع. رجعت الفيديو شحال من مره ولكن راني ما خرجتش من الحمام. بصراحه ما كنتش مصدق هادشي اللي كيوقع لي. خدمت القران وجاهدت فيه حتى بدا كيتسمع في الدار كلها. واخا هكاك بقيت مخنوق بزاف. قلت مع راسي يا اما نموت يا اما خصني ناخذ شي بنج باش ما نحسش بهادشي اللي كيوقع. البنج جاتني فكره مزيانه، مخدرات باش ما نحس بوالو. هذا هو الحل اللي خصني. هنا الشيطان كان كيلعب بدماغي. عيطت لصاحبي اللي عنده تجربه في هذا المجال. هضرت مع ايمن، قلت له: الو ايمن، اجي عندي الدار وجيب معك كل انواع المخدرات اللي كتعاطاها. قال لي: اش هاد المفاجاه هذه يا صاحبي؟ انا كنت شحال مره تنقول لك تجرب وانت كنتي كتقول لي لا وكتنصحني باش نحبس من هادشي، ودابا جاي تقول لي جيب ليا واجي عندي. قلت له: انا راه ماشي وقت الضحك هذا صاحبي، اجي قبل ما الوالده والوالد يجيو. في 4 ساعات الوقت جا عندي ايمن. دخلت للدار وقلت له: راه باغي شي حاجه تخليني نغيب في خطره. قال لي: وعلاش هادشي؟ ياك ما القليب مجروح ولا الحبيبه ديالك كلبات عليك ولا شنو واقع لك صاحبي؟ درت فيه وقلت له: انت مالك؟ دير اللي كنقول لك عليها صاحبي وانت ساكت. الصراحه ما عرفتش علاش غوت عليه بهذه الطريقه وهي كان كيضحك معايا. قال لي: هو صافي يا سيدي براحتك، انا نصوب لك واحد الجوان غادي ينسيك هذا العالم كامل اللي راك فيه. بديت كنكمي حتى ما بقيت لا حاس ولا شايف حتى شي حاجه قدامي، وهذا الشيء انا اللي كنت باغي. اخر حاجه شفتها هي ايمن خارج من الدار كيجري، وكنت كنشوف شي قطوط كيقربوا مني. اعصابي كانت مرخيه في مره. شفت الوالد والوالده دخلوا، والوالده ديالي كانت كتبكي والوالد كيضرب فيا وكيغوت،
ولكن ما كنتش سامعهم مزيان شنو تيقولوا. كنت كنشوف الحركه ديال الشفايف ديالهم فقط، ما كنت سامع الوالد اش كيقول ليا ولا الوالده حتى هي. فجاه جات في دماغي نوض ونجري. نضت وقفت وحليت الباب ومشيت للشارع كنجري. بقيت كنجري بحال شي مجنون، كنطيح ونوض والناس كانت خايفه تقرب ليا، حتى طحت في واحد اللحظه في الارض. واخر حاجه شفتها كانت واحد المراه كبيره في السن كتسندني باش نوقف. جا صوتها في ودني في ديك اللحظه وهي كتقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهذه اخر حاجه، وسديت عيني وما عقلت على والو. ما عرفش شحال ديال الوقت نعست حتى فقت ولقيت راسي فوق شي فراش والدنيا مظلمه بزاف، ما كنت كنشوف حتى شي حاجه قدامي، ولكن كنت كنسمع شي حاجه كتقرقب حدايا. ركزت مزيان مع الصوت، سمعت بلي شي حاجه كتضرب في الحيط وكطيح في الارض. منين بدات الرؤيه كتوضح لي بانوا لي بلي هذاك الشيء اللي كيضرب في الحيط هو السنان ديال بنادم. وبان لي واحد الجسم ما كنتش كنشوف الملامح ديالو، هو جسم كبير بزاف كيحيد سنانو بيديه وهو اللي كيرميها في الحيط. من كثره الخوف طحت من فوق السداري، تحل عليا الباب وتشعل الضوء، ودخلت عليا ديك المراه الكبيره وقالت لي تهدن ولدي. قلت ليها كيفاش غادي نتهدن، راه كاين شي واحد في هذا البيت هذا كيحيد سنانو وكيلوحهم في الحيط. قالت بسم الله الرحمن الرحيم، اولدي راه ما كاين غير انا وانت وبنتي. قلت ليها انا عارف انكم ما غاديش تيقوني، ولكن كيوقعوا لي شي حوايج راهم غراب بزاف. قالت لي راك كنتي كتهضر وانت ناعس وكتقول شي كلام غريب ما فهمت منه والو. قلت ليها راه حتى انا ما بقيت فاهم في راسي والو. قالت لي باين بلي عندك المشاكل بزاف. قلت ليها عندي مشكل وغادي يحمقني. قالت لي عاود لي يا ولدي انا بحال موك. قلت ليها الصراحه الحاجه انا راه حضرت واحد الجن بالغلط. رجعت اللور وشافت فيا واحد الشوفه في شكل. قلت ليها والله غير بالغلط بسبب العناد اللي عندي وما عارف شنو ندير دابا. فجاه دخلت علينا واحد البنت زوينه، شافت فيا السيده وقالت لي هذه بنتي سلمى، ما كتهضرش حيت الله ينجيك الشيوخ قالوا ان شي واحد ساحر ليها وما قدر حتى شي واحد يفك لها هذاك السحر. كانت هزه في يديها واحد الاله ديال الناي. قلت ليها واش كتعزفي؟ هزات راسها زعما السيده قالت لي راه كتعزف والعزف ديالها زوين بزاف. قلت لها الله يخليها لك الحاجه. قالت لي راه نقدر نعاونك، راه كنعرف واحد السيد كيفهم في هاد الامور كيخدم في العطاره وسميتو عبد السلام. قلت لها يا ريت واش غادي يعرف يفكني من هاد الشيء؟ قالت لي ان شاء الله ولدي. قلت لها ولكن راه ما نقدرش نبقى هنا، راه خصني نمشي. قالت لي فين غادي تمشي، راه 3 ديال الليل هادي، وزيد على هاد الشيء واش عندك شي بلاصه فين تمشي ليها دابا؟ قلت لها بصراحه لا. قالت لي واخا بقى عندنا هاد الليله هادي وحتى الغدا يصبح ويفتح. قلت لها الله يجازيك بخير الحاجه، بصح الناس بحالكم قلال بزاف. قالت لي ولدي راه باينه فيك طيب وولد الحلال ويمكن الله لقاني بيك باش نعاونك. قلت لها الله يعطيك الصحيحه الحاجه. قالت لي واخا انا غادي نوض نجيب لك ما تاكل. اعتذرت ليها وقلت لها بلاش، ولكن اكدت عليا وقالت لي لا ضروري خصك تاكل. خرجت وبقات بنتها كتشوف فيا وكتشير ليا. فهمت منها انها كتسولني على سميتي. قلت لها سيف. عاودت دارت لي اشاره زعما شحال في عمرك. قلت لها 22 عام. قالت لي بطريقتها باللي عندها هي 20 سنه. قلت لها تقدري تعزفي لنا شي حاجه دابا نسمعوها؟ بدات كتعزف وكان العزف ديالها زوين بزاف. الام ديالها جابت لي الماكله وكليت، ولكن ما كنتش مستعد باش نعس بطريقه طبيعيه. قلت لبنتها بقاي عافاك كتعزفي شي شويه ما تخرجيش. بقات كتعزف حتى داني النعاس، ولاول مره قدرت نعس بلا قلق. ومن بعد ما فقت وفتحت عينيا وكان النور داخل من الشرجم، لقيت سلمى ناعسه على الكرسي. حسيت براسي في الدار بحال الا تربيت فيها، والناس هادو بحال عائلتي. خرجت من الغرفه ونعست في الصاله. بعد واحد المده جات هذيك المراه وفيقاتني. نضت جلست وقالت لي غادي نفطروا وغادي نمشيو عند عبد السلام. داكشي اللي درنا، فطرنا ومشينا عند السي عبد السلام العطار. في المحل ديالو دخلنا وقال ليها مرحبا بأم سلمى، وشوشات له في ودنو ودار شاف فيا وقال لي حكي لي ولدي حكايتك من الاول. حكيت ليه القصه كامله. ناض سد المحل وقال لي تسنى ثواني وغادي نجي. دخل من واحد الباب موراه في المحل وخرج هز معاه واحد الكتاب حلو وقال لي يمكن ما نخبي عليك ولدي، راك درتي واحد الحاجه ماشي سهله. قلت ليه شنو درت؟ انا غير كتبت شويه ديال الحروف وقلت شويه ديال الكلام ما عارفش حتى المعنى ديالو، هادشي اللي درت. قال لي هادشي اللي درتيه غلط وخطير، هداكشي اللي كتشوفوه غير هلاوس، مازال ما شفتيش الثقيل. كل هذا غادي ياثر على عقلك حتى تنتحر اولا تدخل المستشفى ديال المجاني. قلت ليه هلاوس يعني شنو؟ قال لي يعني غير كتحلم
ولكن اللي كتشوفهم حقيقيين وكيضروا بزاف. قلت ليه انت كتشوف حالتي. قال لي انت تقريبا ناديتي عليه ولكن ما حضرتيهش، سميتو توليش. قلت ليه هذا هو سميتو؟ قال لي ايه، ما معروفش واش من الجن ولا شنو هو بالضبط، مهم هو مخلوق قديم من قبل ما يتخلق سيدنا ادم بالاف السنين، ومن قبيله مشهوره في عالمهم، وهذه كانت اسطوره كاينه في كتب ديال السحر النادره جدا. ولكن باش ما نكذبش عليك ولدي، واضح انك غادي تعاني بزاف. قلت ليه واخا وشنو الحل دابا؟ قال لي ما كاينش الحل. قلت له كيفاش؟ انا جيت لعندك باش تقول لي ما كاينش الحل. قال لي كاين واحد الحاجه ولكن صعيبه بزاف. قلت له شنو هي؟ قال لي الموسيقى. قلت له كيفاش الموسيقى؟ قال لي كاينه واحد المعزوفه اللي كتعزف عليه، هي اللي كتحرقه وكيمشي كيرجع من نينجا، وضروري على آلة الناي. قلت لي الحمد لله على الصدفه، حنا عندنا احسن عازفات ناي في العالم. قال لي واش صحابك ساهله؟ قلت له علاش زعما تكون صعيبه؟ قال لي هي غادي تعزف اي معزوفه من دماغها وغتحرقه. قلت له ايوا شنو غنديرو؟ قال لي يا ولدي خص واحد المعزوفه معينه، معزوفه سحريه. قلت له انا وفين غادي نلقاو هاد المعزوفه هادي؟ قال لي يا الله اعلم، هي موجوده في كتاب ديال السحر سميتو آداب الشيطان. قلت له فين غادي نلقى هاد الكتاب؟ قال لي مهم مولاه مات هادي 3000 سنه. قلت له يا انا مات هادي 3000 سنه وانا غادي نرجع بالزمن باش ناخذو منه؟ قال لي لا، الكتاب كاين في البلاد ومات مولاه وتدفن معاه في قبره. قلت له يعني شنو غادي نديرو دابا؟ قال لي بصراحه انا ما عرفتش. قلت له واضح انني غير ضيعت لك وقتك ووقتي حتى هو، غير سمح لي. خرجت من المحل طالع لي الدم، وام سلمى قالت لي تسنى ولدي فين غادي؟ قلت لها غادي لاي بلاصه غادي تديني ليها رجلي. خرجت من عندهم وانا تنقول مع راسي علاش غادي نعيش فايق الا كنت غادي نموت هكا. انا غادي نرجع ناخذ المخدرات باش ما نحسش حسن. حسيت بشي واحد حط يدو على كتفي، شفت مورايا لقيتها سلمى، كان وجهها حزين بزاف. قلت لها رجعي للدار انا راه غادي نكون مزيان. بقات كتشير ليا باش نرجع معاها وانا تنقول ليها بالغوات صافي قلت لك هي سيري دابا. شفت الدموع في عينيها ومشيت. حسيت اني ما بقيتش انا، تغيرت وكنبعد الناس عليا بتصرفاتي. ما عرفتش كيفاش غادي نلقى هذا الكتاب وهو مدفون مع شي شخص اللي انا ما عارف عليه والو. اتصلت بايمن وكنت ديك اللحظه عيان بزاف. قلت له الو ايمن، انا راه جاي عندك باش نتكيفوا المخدرات حتى الصباح. قال لي عاوتاني ويتسلطوا علينا امك وباك وجدك. قلت له كيفاش جدي راه مات هادي موده ولدي اش تقول؟ قال لي كيفاش مات صاحبي، راه امك وباك هذيك النهار فاش جا معاهم واحد الشيباني. ما جا في بالي غير داك الراجل العجوز اللي كيبان لي. قلت لايمن تلاقينا ايمن، كنا متقلين في الحشيشه داك النهار. قال لي ممكن. قلت له انا جاي عندك دابا. قال لي تعال اخاي. مشيت فعلا عنده، جلسنا وجاب السجائر ودينا كنتكيفوا في الجوانات. قال لي يا ايمن سيف انا راه حاسس بشي حاجه غريبه. قلت له شنو اللي غريب عاوتاني؟ قال لي راه تقريبا كنشوف شي واحد كيجري بسرعه وكيدخل البيت الاخر وكيرجع عاوتاني تيولي يجري. دورت راسي ما لقيت والو. قلت له ولدي راه غير الحشيش اللي داير لك هاد الحاله. في واحد اللحظه نفض ايمن من الكرسي وطاح من فوق منه وقال لي بواحد الصوت فيه الرعب لا سيف لا، راني واعي اخويا وموالف، كاين شي واحد واقف في النص ديال الصاله ولابس عبايه كحله. شفت مورايا قلت له اصاحبي واش تعديتي مني انت ولا مالك؟ راه ما كاين والو. قال لي والله العظيم الا كاين. قلت له واخا فين؟ قال لي راه ما بقاش صافي راه تخفى. بديت كنشك حتى انا بلي كاين شي حاجه فعلا. قلت لي ها انت شوف، انا غادي نجلس على الكرسي بلاصتك وانت عطي بظهرك للصاله لحقاش راك نويتيني حتى. قال لي واخا يجي بلاصتي. جلست بلاصتو ويا ريتني ما جلستش فيها، حيت شفت شي حاجه اكثر رعب من هذاك الشيء اللي شاف. شفت واحد الراجل يدو طويله لدرجه انها واصله للارض، كيتمشى وكيجر يدو وكيعرج. نتوقفت وقلت ليه نوض نخرجوا. قال لي اشنو كاين؟ قلت له نوض دغيا. قال لي يلا سير قدامي. مع بغى ينوض من الكرسي والضو بدا كيطفى ويشعل. قلت ليه تلقى ايمن دغيا راسك حيت راه غادي ندموا على الوقت اللي كنضيعوا فيه. ولكن للاسف ما جيتش حتى نكمل الهضره حتى تقطع الضو. قال لي يا ايمن انا راه ما فاهم والو شنو كاين؟ قلت له واش كاين شي حد في الدار من غيرنا؟ قال لي ما كاين حتى شي واحد من غيري انا وياك، الوالد راه مسافر والوالده عند خالتي. قلت له واش على الفلاش ديال التليفون؟ شعل ايمن الفلاش ديال التليفون وتيقول لي شنو هادشي صاحبي اللي طرمى عليا دابا؟ قلت له واش شي حاجه طرمات عليك؟ قال لي راه ما عرفتش شنو هادشي. شعلت انا الفلاش في الارض وانا كنلقى السنان ديال الانسان مليوحين في الارض
قال لي شنو هادشي يا سيف؟ خويا ما تلعبش معايا هاد اللعب، الله يرحم لك الوالدين. قلت له انا راه واقف جنبك. قال لي يلا اخويا نتحركوا دغيا من هنايا. فجأة سمعنا الصوت ديال شي واحد تيقول علاش ايمن انت ولدي ما مربيش؟ ايمن قال الوالد واش هذا انت؟ تكرر الصوت عاوتاني هو تيقول ايمن انت راك ما مربيش اجي لهنايا. ايمن قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم شنو هادشي؟ ضرب الفلاش في وجهي وقال لي شكون كيعيط ليا بسميتي؟ موراها سمعنا بواحد الصوت مجهد بزاف ايمن ايمن. ايمن جلس على رجليه وبدا كيبكي. قلت له ما تخافش نوض من الارض نوض. التليفون طاح له في الارض والفلاش طفى. قال لي راه غنموتو. قلت له اسكت ما تغوتش. ولكن الصراحه ما عرفتوش كيفاش ما غاديش يغوت في هذه اللحظه هذه ديال الرعب اللي عشناها. حتى انا ما كرهتش نغوت ونبكي مورا داكشي اللي شفنا. في واحد اللحظه بان لينا شي واحد شاعل الشمعه في بيت ديال باه. بدا داك النور ديال هذيك الشمعه كيقرب. ناض ايمن وقف على رجليه وشفنا انا وياه هذاك المنظر. شفنا واحد الشمعه خارجه بوحديتها في الهواء وهي طايره وقفات في النص ديال الصالون. وفجاه شي حد سط عليها الفار. الدنيا ولات ظلام في هذيك الجهه ما كاين لا نفس ولا صوت. قلت له ايمن فين راك؟ رجع الضو لقيت ايمن مرمي والدم مغرق الارض. شفت هذاك المنظر ما عرفتش كيفاش رجلي بقات هزاني. مشيت كنجري حليت الباب وخرجت هربت. كان كل تفكيري ان ايمن مات وغيتحسب عليا الموت ديالو وغادي يتحكم عليا بالمؤبد. واول ما كان فكرت فيه هو اني نرجع لام سلمى عاوتاني. وفعلا مشيت عندها دقيت الباب حلات لي سلمى ودارت بوجهها ودخلت. دخلتني ام سلمى وقالت لي فين مشيتي يا ولدي ومال وجهك مخطوف؟ قلت لها مالو وجهي؟ قالت لي شنو هاد الخباشي اللي فيه؟ حطيت يدي على وجهي لقيت فعلا كاين شي علامات ممكن تحس بها. قلت لها بغيت نشوف العطار عاوتاني. قالت لي علاش؟ قلت لها هو الامل ديالي الوحيد اللي بقى عندي دابا، راه صاحبي مات بسببي. حلات عينيها مزيان فيا وشدت لي في يديا وقالت لي جلس هدي راسك بعدا ولدي وعاود لي كلشي شنو وقع. يلا جلست بديت كنعاود ليها. سمعنا الدقان في الباب ديال الدار. ما بين كل دقه ودقه كانت 3 ديال الثواني تقريبا. من الداخل ديالي حسيت بالخطر. قلت لسلمى ما تحليش الباب اجي هنا جلسي حدانا. مشيت انا حليت ما لقيت حتى شي واحد في الباب ولكن الضوء اللي كان في الكولوار ديال العماره كان طافي. ام سلمى شافت فيا وقالت لي من المفروض هذا الضوء راه مازال ما كيطفاش ماشي ديال الوقيته ديال الطفيان ديالو في الاقامه طفاوه بكري واقيلا اليوم. شفت فيها وقلت لها انا راه ما مطمئنش لهذا الشيء. رجعنا دخلنا للداخل وسديت الباب ومنين درت بظهري تدق الباب عاوتاني. ما كانش داك الدقان طبيعي بحال شي مجموعه ديال اليدين كيدقوا الباب. في نفس الوقت صونا تليفوني لقيت النمره ديال الوالد. جاوبته وقال لي اولدي يسمح لينا يرجع للدار وما تنتحرش امك راه غادي تقتل راسها عليك راه حنا سامحينك هي ولي. قلت ليه وشكون قال لك الوالد راني غنتحر؟ قال لي يا ولدي يلاه صيفطتي لينا ميساج كاتب فيه راك غادي تنتحر. جاوبته هنا وقلت له شنو كتقول الوالد شكون اللي صيفط لك شي ميساج كاع؟ قال لي راه يلاه وصلني في التليفون. قلت له شوف الوالد ما تيق حتى شي حاجه تصيفطات لك ولا تقالت لك. قال لي يا ولدي اش واقع لك يقول لينا بالضبط. قلت له دابا نفهمك من بعد الوالد. قال لي واخا وانت فوقاش غادي تولي للدار؟ قلت ليه غادي نسالي شي شغالات وغادي نجي. وقول للوالده تسمح لي وحتى انت تسمح لي بزاف راه انا ما عندي حتى شي ذنب في شي حاجه شفتوها خايبه فيا انا والله الوالد الا مظلوم. قال لي راه حنا مصدقينك ولدي. طمنته وقلت له ما تخافش الوالد راني غادي نرجع. ما تخافش ورد البال لراسك والوالده. قال لي حتى انت ولد رد البال راسك بزاف. ساليت مع الوالد الاتصال والتليفون عاود صونا. كان ايمن اللي كيتصل. قلت مع راسي هادو اكيد البوليس ولكن الا ما رديتش غادي يعرفوا بلي انا اللي قتلته. جاوبت على التليفون لقيت ايمن اللي كيهضر وقلت ليه كيفاش واش انت باقي حي؟ قال لي راني مازال حي. ملي فقت من الطيحه واحد صاحبي جا صدفه وخداني للسبيطار ولقيت مكتوب في الحيط بلي راك غادي تنتحر. قلت ليه ما ديرش في بالك المهم انت واش راك مزيان؟ قال لي قلت ليه ايمن اسمح لي على المشاكل اللي درتك فيها. قال لي انت راك صاحبي من سنين وما عندكش ذنب وانا رشت كلشي على عيني والله معاك في هذاك الشيء اللي راك فيه. سمعت الدقان في الباب مره واحده اخرى ولكن هاد المره الباب اللي دق من وسط الدار ماشي من برا. شفت في سلمى وامها وقلت ليهم منين جاي الصوت؟ ام سلمى قالت لي بواحد الصوت هادئ الصوت جاي من وسط الدار ولدي. قلت لها
علاش طفيتي الضو ديال البيت لداخل؟ قالت لي انا راه ما طفيت الضو طفى بوحديتو. قلت ليها اجي وحدايا بجوج بيكم، ما تبقاوش بعاد، قربوا ليا. في مره واحده مشى الضو في الدار كامله، وكانت لحظه صمت رهيبه بزاف. عيطت بشويه على سلمى ولكن ما رداتش عليا. درت جهه سلمى، قلت ليها سلمى خليك حدايا. قبضتها من يديها ولكن حسيت باللي يد سلمى خشينه وبارده بزاف وفيها شي نقاط بارزه. قلت ليها مال يدك دايره هكا سلمى؟ شعلت البيل ديال التليفون ودرتو على يديها، لقيت واحد اليد لونها زرق وفيها شي حبوب كحل وشي تورمات. سلطت الكشاف قدامي، لقيت سلمى واقفه وكتشاور جنبي، وجهها عامر بالخوف. خفت نشوف جنبي ونشوف شي حاجه اللي ما غاديش تعجبني واللي غادي تقدر تسكت ليا القلب في ديك اللحظه. بدات هذيك اليد اللي قابضها في يدي كتسخن بواحد الطريقه غريبه. طلقت منها، بديت كنتمشى بشويه ناحيه سلمى، وحتى سلمى كان جايه جهتي. رجليها سحبت من التحت وطحت على الارض. مشيت جهتها كنجري، وحتى انا شي حاجه شدتني من رجلي وطيحاتني. استسلمت في ديك اللحظه، ما كنت عارف شنو ندير. سمعت الصوت ديال شي حاجه كتجر في الغرفه اللي جنبنا. تخيلوا معايا، شفت السرير ديال الغرفه كيتحرك وكيتدفع لوسط الدار. وشكون في نظركم اللي كيحركوا بحال شي ورقه خفيفه؟ ما توقعتش ولا لحظه انه طفل صغير. ملي كتشوفو كتقول بحال اللي عنده شي سنتين. كيدور السرير الكبير اللي خاصو 3 الناس كبار باش يحركوه. طفل صغير اللي كان كيدفعو كان لابس شي حاجه كتشبه الجلد المعزه، ورجليه فيها تشققات، وراسو كبر من الحجم ديالو. في الوقيته اللي كنت كنشوف قدامي هادشي، بانت ليا سلمى دايره بظهرها للغرفه وطايحه في الارض. بديت كنراقب بترقب شنو غادي يوقع. لقيت الطفل واقف وعينيه كيضويو بحال العينين ديال القطوط في الظلام. لا، راه اكيد انا حماقيت، اكيد هادشي كله ماشي حقيقي. رجع الضو ولقيت سلمى واقفه قدامي. ولا الضو طفى عاوتاني وسمعت واحد الصرخه قويه بزاف. ملي جا الضو عاوتاني لقيت سلمى واقفه وفي يديها الماء كترشو حدانا. قالت لي نوض سيفا ولدي، نوض صافي راهم نصرفوا. نوضت سلمى من الارض وقلت لامها راه خصك الحاجات تديني عند العطار دابا. قالت لي راه خصنا نمشيو كاملين ولدي. مشينا عند العطار، دخلت لعنده وقلت ليه شوف لي شي حل، راه بقى لي شويه وغادي ننتحر. قال لي واش بغيتي يا ولدي تموت كافر؟ قلت له لا، هادشي علاش رجعت عندك، شوف لي شي حل حيت ما بغيتش نموت كافر. قول لي شي طريق ولا شي طريقه باش نلقى بها داك الكتاب. قال لي كاين واحد اللي يقدر يعرف، ولكن ماشي شي معرفه كبيره بزاف، يمكن يفيدنا في شي حاجه. قلت ليه مزيان، المهم شي حاجه نتبعوها ربما نلقاو الحل، ديني عنده الله يجازيك بخير. قلت سلمى ردي البال ليك وسلمى وخليكم هنا، انا راه غادي نمشي وغادي نرجع لعندكم. فعلا مشيت انا والعطار عند واحد الراجل كان ساكن في واحد الدار تحت الدروج. يعني كان فقير والشكل ديالو بحال شي بوهالي. دخلنا لعندو وقال ليه العطار كي درتي المجدوب؟ داك السيد ما شاف فينا ما والو. قال لي العطار زيد نقربوا ليه، ما تخافش منه، راه ما كيأذي حتى شي واحد. بقى حاني راسو وكيحركو وكيقول شي حاجه بشويه ما مفهوماش. قلت للعطار هو هذا اللي غادي يورينا فين كاين الكتاب؟ قال لي ما تزربش، هو راه الطبع ديالو هكا داير. المجدوب بغينا نعرفوا فين الكتاب ديال عذاب الشيطان. المجدوب ما جاوبش. عاود عطار قال ليه المجدوب انا كنطلب منك تعاوننا حيت كاع البيبان راه تسدو قدامنا. شاف المجدوب في العطار وقال ليه الكتاب راه كاين في العروبيه، مدفون في المقبره القديمه، ما كيدخلها لا انس ولا جان عاديين. قال له ايوا شكون اللي غادي يدخلها؟ قال له كيدخلها فقط 7 ديال الملوك ديال الجان. قلت ليه بصراحه راه هادشي غريب عليا وكيبان خيالي، واش انت متاكد؟ قال لي هاد الملوك تخلقوا زمان قبل البشر، وكان واحد الفساد في الارض كبير وتقتلوا قبائل كبيره بسبب هاد المعركه. قلت ليه وهاد المعركه كاينه في الكتاب ديال التاريخ اللي قراوه لنا؟ شاف فيا وقال لي واش انت كضحك عليا؟ واخا سيدي، حتى انا راه ما عارف حتى شي كتاب. قال ليه العطار سمح لنا السي المجدوب، راه كيهضر معايا انا ماشي معاك انت، قول لينا فين الكتاب الله يجازيك بخير. دار شاف فيه وقال له الكتاب اللي كتقلب عليه كاين في واحد القريه سميتها تيزي اسم، ما كيمشي ليها حتى شي واحد، السكان ديالها قليلين بزاف والارض ديالها ميته والظلام كاين في كل مكان. ملي كيجي الليل العزف ديال الكتاب كيبدا يتسمع. قلت ليه واش الكتاب هو اللي كيعزف؟ يعني واش الموسيقى جايه من الكتاب؟ قال لي اكثر من 7000 مخلوق سفلي كيعزفوا في نفس الوقت. سكت، وفي ثانيه واحده رجع المجدوب حنا راسو وبدا كيحركو كيهضر بوحدو.
بحال الا تحول لشخص عاقل لمدة دقيقتين ومن بعد رجع هبيل مرة أخرى. قلت للعطار يلا نمشيو. هز المجدوب راسو وقال لينا ردوا بالكم، الكتاب مدفون في مقبرة ساحر خطير، الجن هما اللي دفنوه ماشي البشر. خصك تحفظ المعزوفة باش تقدر تخرج الكتاب من الحوضن ديالو. شكرناه بزاف ومشينا رجعنا بحالنا للدار. قال لي العطار انا راه مهمتي سالات هنا. قلت ليه غادي تخليني نمشي انا وسلمى بوحدنا؟ قال لي راه عندي ولادي خصني نربيهم وانا خايف توقع لي شي حاجه تما. قلت ليه فهمت ومن حقك، الله يرحم لك الوالدين حتى نتايا. رجعنا عند ام سلمى وبنتها وعاودنا لهم شنو قال لنا المجدوب. قالت لي ام سلمى غادي تحتاج بنتي، هادشي راه كنت عارفاه، ديها معك، ولكن رد ليها البال الله يرضي عليك ولدي، راه ما عنديش غيرها. قلت ليها سلمى راه مسؤوليتي وكان وعدك راه ما غادي اديها ولا يقص فيها حتى شعره حتى شي واحد. قررنا انا وسلمى باش نسافروا باش نمشيو نقلبوا على الكتاب. وحنا خارجين من الدار قال لي العطار تسنى ولدي تسنى. ام سلمى وقفت معايا بزاف، خير عمرني ما غنساه. غادي نمشي معاكم. شدينا الطريق للقريه، وملي كنا في الطريق كنسولوا عليها فين جات لاحظت التعجب في وجه ديال الناس. وصلنا للقريه بسلام، وبصح كانت كيف ما وصفها المجدوب بالضبط، الناس فيها قلالين والارض فعلا كتحس بها انها ميته. القريه كانت كتبان كئيبه لواحد الدرجه كبيره. وحنا غاديين كنتمشاو في القريه وقفنا واحد الراجل وقال لينا باينه فيكم نتوما غراب على القريه ياك؟ قلت ليه ماشي من هنايا حنايا. قال لي واش كتقلبوا على شي حد؟ قلت ليه لا، انا جيت نزور القبر ديال عمي. قال لي يا قبر عمك؟ واش في راسك بلي المقابر اللي هنايا في القريه مهجوره؟ ما كاين حتى شي واحد كيدفن فيها، الناس راه كيدفنوا في القريه اللي جنبنا ماشي هنايا. قلت ليه عمي مات من مده طويله هادي. قال لي راه ما كاين حتى شي واحد تيدخل لهذوك المقابر، حيت عليهم شي هضره كتخلع، كيقولوا لي كيدخل ما كيرجعش. قلت ليه ولكن انا راه جاي من بعيد، يعني راه غادي ندخل. قال لي براحتك ولدي، ولكن تفكر باللي قلت لك انايا راه اللي كيدخل ما كيرجعش. قلت ليه سمعتك مزيان حتى انا. قال لي وراه كنتمنى لكم الخير، الله يعاونكم. كملنا حتى وصلنا قريب من ديك المقبره اللي جايه في الطرف ديال القريه. تسنينا تمايا حتى يطيح الظلام في خطره، حيت العازف كما قال لنا المجدوب ما كيبدا حتى الليل. فعلا غابت الشمس وجا الليل ودخلنا للمقابر. من المعروف ان المقابر ما كاينش فيها الصوت وكتكون فيها واحد السكينه غريبه، ولكن هاد المقبره بالضبط ما كتحس فيها لا بصوت ولا بهواء، كالجو مكتوم على القلب. قال لنا العطار سمعوا العزف مزيان، سمعوا هاد الصوت هذا اللي كيتسمع بعيد، ركزوا معاه باش تسمعوه. قلت لسلمى واش كتسمعي هاد العزف اللي كيتسمع بعيد؟ دارت ليا براسها قلت لها حاولي تحفظيه لقاش راه غادي نحتاجوه. بقات سلمى مركزه مع هذاك الصوت ديال هذاك المعزوفه، وحنا متجهين نحو القبر الكبير اللي كاين في الاخر د المقبره. واحد اللحظه جبدات سلمى الناي وبدينا انا والعطار كنحفروا في الارض تما، وبدا الصوت ديال العزف كيرتفع، كل ما كنحفروا اكثر الصوت كيرتفع اكثر. في واحد اللحظه كنا كنرتاحوا من الحفير، سمعنا الصوت ديال شي واحد كيتمشى وكيجر رجليه مع الارض. قال لي العطار المفروض هاد المقبره خاويه وما كيدخل لها حتى شي واحد. قلت ليه يلا نكملوا الحفير، ولكن كنت ملاحظ اننا كنحفروا بزاف والتراب اللي كنطلعو كيرجع يطيح مره اخرى. نقزت وسط هذيك الحفره ديال القبر وبديت كنحفر بيديا. من بعد واحد المده لقيت واحد الهيكل عظمي ناعس على الكرش ديالو ومحوط على واحد الكتاب بيديه. قال لي العطار يلا مد لي الكتاب. حيدت الكتاب من يد ديال الهيكل العظمي وعطيته ليه. من بعد ما سلمت له الكتاب تضربت بالباله في وجهي، طحت في الارض، والمفاجاه ان العطار هو اللي ضربني وضرب حتى سلمى. قال لي واش صحابك كانوا جايين معاك باش نعاونك؟ انا كنت عارف البلاصه ديال الكتاب ولكن ما كنتش باغي نخاطر بالحياه ديالي، جبتك انت باش تجبد لي هذا الكتاب، الحاجه الوحيده اللي بصح. قلت ليه وانا دايخ من هذيك الضربه علاش درتي لي هكا، انت راك غدار. قال لي غدرت بك. شد الني ديال سلمى وهرسو بيديه، قسمو على جوج وقال لي يلا نشوف وجهكم على خير. موراها شفت شي حاجه غريبه، بان لي العطار جالس على ركابيه وشد في راسو وعينيه حلهم مزيان وبدا تيقول شنو هذا؟ لا اكيد هادشي ماشي بصح، انا غير كنهلوس.
هادشي ماشي حقيقي، كيقولها بالغوات. درت شفت مورايا، بان لي داك العجوز رجع مرة اخرى، جا من مور المقبرة وجايب معاه بزاف ديال الناس اللي كيشبهولو في الشكل. بدا العطار كيتخبط في الارض وكيتضرب، والجسم ديالو كان كيتهز حتى للسما وكينزل بسرعه وكيتضرب مع الارض مره اخرى. شويه بدا كيتكتف في الارض وسنانو بدات كطيح، وجهه بحال اللي كيتحرق وشعرو كان كيطير مع الريح. وكل هذا وهذيك الموسيقى مازال خدامه في الكتاب. شديت سلمى من يديها وجريتها، بدا الصراخ ديال العطار كيرتفع حتى سكت في مره واحده. دار لجهتنا داك العجوز وبدا كيقرب لينا هو واللي معاه. كانوا كيتخفاو وكيظهروا في اماكن متفرقه. باختصار كانوا محاصريننا. فقدت الامان، قلت انا راه غادي نموت دابا وما غينفعش نقنع راسي انا اللي كنشوفو هلوسات ولا حلم وغادي نفيق. حطيت يدي على عين سلمى وانا غمضت عينيا وكنت كنساين النهايه. حسيت بالانفاس ديالو كتقرب من وجهي، وفجاه سمعت الصوت ديال الناي مره اخرى كان كيتعزف بهذيك الموسيقى اللي كاينه. حليت عينيا لقيت العجوز كيغوت وكيسيح بحال كيف ما كيسيح الثلج. كان هو وهادوك اللي معاه كيتفتتوا بحال الرماد. في الاخير ما بقاش كاع، بحال الا عمرو كان قدامنا. قلت لسلمى واش انتي مزيان؟ قلت لي الحمد لله. تفاجأت بزاف وقلت ليها واش رجعتي كتهضري؟ قالت لي الحمد لله السحر تفك. قلت ليها ايوا شكون اللي عزف هاد الاغنيه هادي ونقذنا من الموت المحتم؟ شفت في جنب واحد الشجره لقيت سلمى. قالت لي انا اللي عزفت المعزوفه، انا اصلا هي اللي علمت سلمى العزف، وكنت شاكه ان العطار اصلا غادي يكون دجال، والحمد لله اني لحقتكم قبل ما توقع لكم شي حاجه. مراته القديمه جات لعندي وسولات عليه واعترفت لي بكل شيء. طلع هو اللي داير السحر لسلمى باش يتزوجها، ولكن انا كنت رفضت حيت بنتي مازال صغيره وهو مزوج. قالت لينا يلا بحالكم من هنايا، يلا نخرجوا بحالنا. جريت انا العطار ورميته حدا هذاك الساحر، ورميت عليه الكتاب وردمت هذيك الحفره بسرعه، وردمت معاه القصه ديال الكائن السفلي. في مره رجعنا للدار ورجعت لعند والديا، وفي الاخير تزوجت سلمى ورزقنا الله بواحد الطفل. دابا كبر تبارك الله ولات عنده 5 سنين. ولكن ماشي كل قصه كتنتهي نهايه سعيده. قصتي فيها واحد اللغز مازال ما فهمتوش. واحد الحاجه غريبه هي ان ولدي جا واحد النهار وقال لي بابا انا لقيت هاد السنه تحت المخده ديالي. قلت ليه حل فمك ولدي، لقيت سنانو كلها سليمه. ما بغيتش نفكر بزاف في هاد المساله، والحمد لله لحد هاد اللحظه اللي كنكتب لكم وكنعاود لكم قصتي ما وقع ليا والو، لا انا لا عائلتي، وكنتمنى نبقاو عايشين بسلام. الى اللقاء.